السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل حل الهومورك يا شباب. معانا السؤال رقم 35. السؤال 35 اللي احنا بنتكلم عليه يا شباب بيقول لك both of the following figures 1 and 2 represent the magnetic field generated by the passage of an electric current through the two wires. انت عندك سلكين والايات معدي فيهم، فبيقول لك الوايرز perpendicular to the plane of the page. In which of the two figures does the mutual force between the two wires become attractive force؟ وإن حضرتك تروح تقول لي attractive force يبقى أنت عايز الآيات يبقوا مع بعض ولا عكس بعض؟ مع بعض. على سبيل المثال لو رحت على figure 1، لو رحت على figure 1 اللي قدام حضرتك ده، يبقى هروح أنا حاطط هنا مثلا دوت ودوت أو كروس وكروس، يعني داخلين ولا خارجين. لو أنت قلت إن الآي هنا خارج، فطبق القاعدة بإيدك اليمين وصباعك ده لفوق، فصوابعك بتلف كده زي ما انت شايف، ماشي. وهنا لو انت جيت تطبق القاعدة، صبعك الثumb لفوق وصوابعك بتلف كده، فأيوه كده الآيات دي مع بعض والمagnetic فيلد بيحدد الكلام ده، يبقى الكلام ده كده مظبوط. اتفقنا؟ أما لو رحت انت بقى على فيجر 2، تعال نبص على فيجر 2. فيجر 2 لو انت عملت ده عشان تبقى الآيات كده، فانت هتعمل هنا كروس. لو انت عملت كروس والثمب لجوه فصوابعك بتلف كده، صح؟ طب عشان صوابعك دي تلف كده يبقى لازم النقطه دي تبقى دوت، فالثمب لفوق وصوابعك بتلف كده، فانت كده مبدئيا ده دوت وده كروس، كده الايات عكس بعض، فجوه يحصل هنا ريبالشن، لكن هنا هيحصل اتراكشن. يبقى الانسر عندنا ايه؟ فيجر ايه. السؤال رقم 36 كنا حلنا في الحصه سوا. 36 يا حضرات، انت عارف ان الماتشوال فورس بين الاثنين واحده، يبقى الانسر ايه. 37 احنا قلنا برضو الماتشوال فورس واحده، بس قال لك ان الاي انكريزد تو دبل، ولما الاي يزيد الدبل ما تبقاش نفس اف دوت القديم، يبقى الدبل بتاعها، طب يبقوا قد بعض وبدبل القيمه، تبقى الانسر دي. ده السؤال 37. السؤال 38 تعالوا نحله بقى بالتفصيل، لان في بعض الناس في جزئيه التحويله او جزئيه الماث عندها مشكله. فين الآلة الحاسبة؟ اهي معانا، صلي على النبي. انت مبدئيا من هنا هتجيب ايه يا فندم؟ انا يا مستر هو اللي طالبه مني if the current intensities in that pass in the two wires the same، يبقى الايات زي بعضها، فانت البرودكت بتاعهم هيديك اي باور 2. طيب انا اروح اجيب السلوب. السلوب يا مستر الاول بعد الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، مبدئيا y على x يعني f over l over 1 over d، يعني انت بتقول لي f على l تايمز d، وانت عارف ان القانون مبدئيا بيساوي ميو، هنقول I1 I2 L على 2 باي دي. طبعا بما انها فورس بير يونت لانس، فانت بتودي ال ده الناحيه دي بالديفايدد، يبقى انت بتقول لي F على L. طب ما انت هتايمز فيها الدي، وده انت عارف هو يمثل السلوب اللي احنا لسه قايلينه، يكافئ ميو. طبعا I1 I2 هم قد بعض، فبنقول I باور 2 ديفايدد 2 باي. حلو الكلام، جميل. تعالوا نطلع السلوب بقى. السلوب اللي عندك هتاخد قيمة من فوق مع قيمة من تحت، فانت هتقول 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 ديفايدد كام؟ 60 على بعضها، هتساوي ادي الميو اللي عندك هنحط القيمة بتاعتها 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، وادي الاي باور 2 عشان نعملها شيفت سولف، وادي ال 2 باي اللي تحت. تعالوا نعملها في ثانية كده شيفت سولف وناخد سكوير روت للانسر. يبقى هنقول سكوير روت لمين يا صاحبي؟ للانسر اللي هتطلع. تعالوا نطلع الانسر الاول. يبقى هنقول 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 ديفايدد 60، ونقول ادي الايكوال اللذيذه، ونقول 4. الفور الباي مع الباي يبقى 4 اوفر 2، يبقى نقول 2 على طول، نريح نفسنا ونقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز اكس باور 2، اكس باور 2 ادي الباور 2 ماشي ديفايدد 1، لان باي مع الباي وال2 مع 2. ندوس بقى شيفت سولف، بسم الله. شيفت ايه؟ سولف، بسم الله الرحمن الرحيم. الانسر تطلع معانا كام يا صاحبي؟ قيمة الاكس، ها انجز، قيمة الاكس معايا 2.23 امبير. فين 2.23؟ ما انت بعد ال 3 كان في 6، وال6 هتدي 3 تبقى 4، يبقى الانسر سي في السؤال 38. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا يا حضرات نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده قال لك two long
parallel wires are separated by distance d. Both of them carries current intensity. هما الاتنين شايلين I قيمته كام؟ 10. In the same direction يبقى الآيات مع بعضها فبينهم attraction. The mutual force per unit length. اصحى للكلام ده، كانت دي قيمة الاف على ال، هو عايز الدي. القانون تاني ان الاف حضرتك بتساوي ميو I1 I2 L على 2 باي دي. فاحنا هنعوض نفس التعويض على طول، وانت هتروح تلاقي بعد الصلاة على سيدك ان الفورس بير يونت لينس، يعني انت برضو عارف ان ال دي هتنزل تحت هنا بالديفايدد، وكانت القيمة عندك بتاعتها 2 times 10 باور نيجاتيف 4 هتساوي قيمة الميو اللي انت عارفها ال 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. قال لك الانتنستي both of them الاتنين شايلين كرنت قيمته 10، يعني ده 10 وده 10، التايمز بتاعهم ب 100 على 2 باي، والدي اللي انا عايزها. ندوس الشيفت سولف اللذيذة ونطلع قيمة الدي اللي هو عايزها. بسم الله، نقول ادي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 وادي الايكوال، وهنقول برضو هنطير برضو الباي مع الباي دي، وعلى الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، فنقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 100 ديفايدد تحت مفيش حاجة غير الاكس اللي هو بيتكلم عليها، ادي الاكس، وندوس الشيفت سولف بالصلاة على الحبيب. بسم الله، تطلع معايا السؤال 39، تطلع معايا الانسر كام؟ يلا يا صاحبي، هلاقيها طلعت معايا الاكس طلعت معايا ب 0.1 متر، انت عايزها بالسنتي، اضرب في 100 تطلع معاك الانسر ب 10 سنتي. حلو الكلام. يلا السؤال 40. السؤال 40 قال لك in the opposite figure two very long parallel wires carries an electric current where the mutual force between them. يبقى دي كده قيمة الاف. حلو. if the intensity of one of the two currents increased 2 ولا باي 2، قال لك زادت للايه؟ زادت للدبل. و the distance between them decreased to half، قلت للنص. ايه اللي يحصل للفورس؟ يعني انت بالله عليك، بالله عليك لما اجي اكتب لك القانون، هي عايزه حسابات، ما انت قايل لي ان الاف بتساوي ميو I1 I2 L على 2 باي دي. تعالى بقى قيمه الفورس اللي عندك هيحصل لها ايه؟ الميو اللي عندنا في الحسبه دي ثابته، والال ثابت، وال2 باي ثابت، وقول ان I2 ثابت، I1 زادت دبل بس دي قلت للنص. طب ما ده كده يديك 4، يبقى زادت 4 مرات، يعني اضرب القيمة الأصلية دي في 4 تايمز 4 تبقى 0.04 اللي هو الأنسر A. السؤال 40 تبقى الأنسر مين؟ A. تعال على السؤال اللي بعده اللي هو السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 41. رحت أبص على السؤال 41 لقيت the opposite figure بيقول لك shows two straight parallel wires A and B which are separated by distance كام؟ 6 سم، يبقى دي قيمة الدي. An electric current intensity 24 flows through a wire out، يبقى أنت طالع كده 4 out. plane if the wire is affected by إيه؟ attraction، يبقى أكيد النقطة دي برضو الأي بتاعها خارج عشان الأيات يبقوا زي بعض فيحصل ما بينهم attraction. الماجنتيود بير يونت لينس دي قيمة الفورس بير يونت لينس اللي هي الاف على ال، تمام؟ كانت بالرقم ده. قال لك انا عايز ماجنتيود ودايركشن، كده الدايركشن انا عرفت انه اوت اوف بيج، يعني انتوا غلط، يبقى انتوا غلط وانتوا دي غلط، يبقى الانسر يا اما ايه يا اما بي. تعالوا نفس الشيفت سولف تاني ونطلع قيمة مين؟ قيمة الاي. الشيفت سولف قيمة الفورس كانت 8.8، نكتب على الحاسبة 8.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، وبرضه نفس الكلام 2 باي فتدينا 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. المسافة كانت كام بقى؟ المسافة لقيته بيقول لي ان هي 6، فاقول تايمز 10 باور نيجاتيف 2. حلو. فوق كان قيمة اي من الاي 10 بكام؟ قيمة اي ب 24، يبقى نقول 24 تايمز الاكس اللي احنا بنتكلم عليه، وندوس الشيفت سولف. بسم الله، تطلع قيمة الاي بكام عندك؟ تطلع قيمة الاي ب 11 واوت اوف بيج، يبقى الانسر A. اللي بعده السؤال 42. السؤال 42 بيسألك على العلاقة ما بين الفورس واي من الايتين دايركت، ما كل ما الاي لو زادت الدبل الفورس بتزيد الدبل. السؤال 43 بيقول لك which of the following graph represents the relation between الاف ودي، العلاقة انفرس، وبما انها ديفايدد فهي كيرفد عشان ما نرجعش نتكلم فيها، عمالين نتكلم فيها بقالنا سنتين. علاقة الديفايدد اللي فوق مع اللي تحت انفرس وكيرفد، تبقى الانسر السؤال رقم كام؟ هو ده اللي بعده. تعالى لي يا صاحبي،
السؤال اللي عندك رقم 44 تعالوا نتناقش فيه سوا. السؤال 44 اللي بيقول لك ده بيقول لك in the opposite figure if the second wire is moving to the east، ماشي في الاتجاه ده زي ما انت شايف. حلو الكلام. with uniform velocity speed v which of the following graph represents the variation of the mutual force between the two wires. حلو. مع مرور الوقت، طب ما انت عارف ان لما يكونوا التو وايرز اللي مفيش خلاص مفيش وقت انت ما بتتحركش، قيمة الفورس بتبقى ماكسيموم. اتفقنا؟ وكل ده لما بيبعد مع مرور الوقت قيمة الاتراكشن فورس هتزيد ولا هتقل؟ طبعا ده غلط، مستحيل تفضل ثابتة ومستحيل تزيد. فانت هنا يا بتقل كده بتقل كده، وبتبقى العلاقة انفرس. اي نعم انفرس ونون يونيفورم وما تلمسش الاكس اكسس، حتى لو بعدوا كتير جدا ستيل هيكون في فورس بس قيمتها صغيرة جدا 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 جدا. تبقى الانسر معانا كام يا صاحبي؟ تبقى الانسر دي. تعال على السؤال 45. 45 بيتكلم في ايه ونتكلم فيه ازاي او نحله ازاي؟ السؤال 45 تعال نشوف. بقول لك a very long straight wire carries an electric current intensity، ده قيمة الاي بتاعت الواير، وادي الميو على 2 باي ب 2 times 10 باور نيجاتيف 7. so the formed magnetic flux density due to the flow of electric current in the wire at point in the mid air but separated by distance. يبقى الراجل ده كده عايز البي العادية؟ عايز البي العادية خالص. طب ما انت عارف انت قانون البي 2 times 10 باور نيجاتيف 7. الاي اللي ماشي قال لي الاي اللي ماشي بكام؟ ب5، يبقى احط هنا 5. طيب والمسافة بكام؟ 10 سم اللي هي 0.1. دي على الآلة الحاسبة. بسم الله. 2 times 10 باور نيجاتيف 7 هتطلع معاك 1 times 10 باور نيجاتيف 5، يبقى الانسر ايه؟ صعبة؟ لا. جميل. تعالى بقى على اللي بعده. قالك if another wire of length، انت كده اديتني اللينس ادي ال، وده اللي بيبقى الماتشوال لينس عموما، فاهمني؟ لو انت رايح على اتراكشن فورس is placed perpendicular at a perpendicular distance، يبقى انت يقع على مسافة، ده البعد بينه وبين الواير الاولاني، carrying an electric current intensity 2، يبقى ده طول السلك وده الاي بتاع السلك due to the field of the first. ايوه يعني انت اوريدي انت قلت لي ان ده السلك الاصلي بتاعنا اللي كان بالاحمر، سواء بقى اتراكشن او ريبالشن لا يعنيني، نتج عنه البيهات بتاعته الناحيه دي كده كروسات، هنا في كده دي كلها كروسات اهي هي موجوده كده. حلو. فانت قلت لي ان انت حطيت واير هنا بغض النظر عن اتجاه الاي بتاعه. الواير اللي اتحط ده، خلينا نكتب الستيبس فوق. الواير ده بسم الله اللينس بتاعه بكام يا صاحبي؟ ب50، يعني بنص متر. والاي اللي ماشي فيه كان 2، كان 2 قد ايه؟ كان 2 امبير، واتحط على مسافة 10 سم، نفس المسافة اللي فوق. فانت عند النقطة دي هيبقى بيتأثر عليك نفس البي اللي احنا لسه حاسبينه، اللي هو 1 times 10 باور نيجاتيف 5، ده قيمة البي عند النقطة دي من الواير. فالراجل بيقول لك انا عايز احسب، عايز الفورس بقى اللي الواير ده بيتأثر بيها نتيجة وجوده في المagnetic فيلد الاحمر. طب ما انت عارف ان الفورس دي يا صاحبي بتساوي بي اي ال. الاف اللي بالازرق، تعالى بقى نحددها اكتر. الاف اللي بالازرق محطوط في المagnetic فيلد اللي جايب اللون الاحمر، اللي انا راسمه بالاحمر ده، اللي انا كاتبه بالاحمر ده. فلما تقول لي ان الفورس اللي بالازرق اللي هو عايزها البي بالاحمر احنا مطلعينها 1 times 10 باور نيجاتيف 5. طب الاي اللي ماشي فيه بكام؟ الاي اللي ماشي فيه ب2. في عندنا مشكله في الحته دي. طيب طول السلك كام؟ لسه قايلين بنص، يبقى ادي نص، 2 في نص بواحد، يبقى 10 باور نيجاتيف 5 برضه، يبقى الانسر 10 باور نيجاتيف، يبقى الانسر بي. خلاص. جميل. احنا كده خلصنا الصفحه دي، وادي الصفحه دي خلصنا السؤال 45. تعال نشوف السؤال 46 بيتكلم على ايه. قول يا معلم. هروح الاقي السؤال 46 يا حضرات بيتكلم على، امسح الكلام ده كله، نفضي بقى مساحه. بيقول لك two wires parallel wires which are separated by distance. يا عم ماشي، الديستانس اللي عندنا قيمتها 2. in the air carries an electric current in the same direction، يبقى كده في بينهم attraction. if the magnetic flux density has vanished، اختفى at midpoint
اد ميد بوينت ان ذا ميدل، يبقى لو اختفى في النص يبقى مبدئيا وهما ماشيين مع بعض تبقى دي نيوترال بوينت، وكده الايات قد بعض. اتفقنا؟ فانا عايز the wires and the بقول لك ايه in the midpoint distance between the two wires and acting force on 1 meter of any of them، يبقى دي قيمة الفورس per unit length، يبقى دي الاف على ال. اتفقنا؟ انا عايز الانتنستيز. طب ما هو احنا كده مبدئيا الايات قد بعضها، يعني انت ما تيجي تتعامل بص كأنها الرسمة دي كده، كأنها الرسمة دي، يعني انا باخد الرسمة دي احل بيها فوق هنا. تمام؟ تعالوا ناخد الرسمة دي نحل بيها فوق. يا جدعان الرسمه دي بتاعت السؤال ده انا فاهم، بس هناخد الرسمه دي نحل بيها فوق. انت الايات قد بعضهم، هو عايز يعرف قيمه الاي ده بقى وقيمه الاي ده. يا عم قلت له سهله، تعالى نعرف قيمه الاي ده بكام وقيمه الاي ده بكام. قيمه الاي وقيمه الاي انك هتروح تقول لي الفورس بير يونت لينس، تعالى نعوض بيها على طول. هي بره 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 هتساوي طبعا ال 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، وهنقول الاي باور 2 نفس المساله اللي حليناها قبل كده، وتحت 2 باي والمسافه ما بينهم كام؟ 2 متر تايمز 2. فانت هتدوس شيفت سولف تطلع معاك الاي، وهما الايتين قد بعض بس كده. تعال اهو، بسم الله، ادي 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، ونقول يساوي، واقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاكس باور 2 على المسافة ما بينهم 2، وندوس الشيفت سولف. بسم الله، يلا يا صح 20 تبقى 20 و20، يبقى الانسر دي. خلصت. تعال على 47. 47 بتحكي بتقول لك ايه؟ بقول لك ان ذا opposite figure two straight wires x y اللي موجودين بقى معانا في المسألة دي مش شايلين ايات of same intensity، الاي هنا اي والاي هنا اي، فالفورس اتراكشن وجوه ماينس وبره بلس. hence the magnetic force is generated between them when the current of x is increased by ولا 2 يا صاحبي؟ قال لك باي. هنا اللعبة لما تقول لي increased باي، فالراجل بيقول لك the mutual force between them is doubled so the value of I. اقول لك لا، سؤال حلو. تعال كلمة باي، فانت لو فرضت ده اي هتفرض التاني ده بعد الزيادة هتقول اي بلس 4، ما هو زاد بمقدار 4. فقال لك ان الفورس بقت قد ايه؟ بقت دبل. فقلت لك تعالى نكتب الجيفنز اللي موجودة دي بالشياكة. صلي على الحبيب. هتقول لي يا فندم انك الاف 1 في الحالة الاولانية كانت بتساوي ميو اي 1 اي 2، ما تقول اي باور 2. هقول لك اي باور 2، هقول لك اي باور 2 ال على 2 باي دي. انت في الحالة الاولانية دي مين ثابت؟ الميو ثابت، لا حول ولا قوة الا بالله. يلا، الميو ثابت والال ثابت وال2 باي دي ثوابت، لان اللعب كان في مين؟ اللعب كان في الاي. طيب يبقى انت كده هتروح تقول لي ان اف 1 في الحالة الاولانية هي هنخليها بتساوي اي باور 2 على طول. اف 2 بقى، تعالى اكتب لي اف 2 لوحدها. اف 2 يا مستر هي هتساوي برضو الميو ثابت فيها والال ثابت وال2 باي دي ثابت، ولكن اف 2 لما تيجي تكتب هتقول لي ان اي واحد فيهم باي، لكن التاني هو اي بلس 4. حلو. فلما تيجي تطمزهم في بعض انت هنا هتقول لي اي باور 2 بلس 4 اي. قلت لك حلو. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اطلع قيمة الاي. مش انت قلت لي ان اف 2 بتساوي دبل اف 1؟ هو قال ايه؟ ما هو دبل اهو، وانا جبت حاجة من عندي. اكتب اف 2 اكتب اف 1. اف 2 اللي عندي هتكتب لي اي باور 2 بلس 4 اي هيساوي 2 تايمز قيمة اف 1 اللي هي 2 اي 1 اي 1 او 2 اي باور 2 اهو. اف 1 دي يا صاحبي دي اللي معانا دي قيمتها كام عندنا؟ اي باور 2. حط هنا اي باور 2. صعبة؟ والله ما صعبة، ما فيهاش مشكلة يا مستر. طيب انا هودي ده الناحية دي بالنيجاتيف، يبقى 4 اي بتساوي اي باور 2 ديفايدد اي في الطرفين، يبقى عندك كده الاي في الاخر بتساوي كام يا صاحبي؟
لو انت قلت هنا ديفايدد اي وهنا ديفايدد اي يبقى كده الاي بتساوي 4. يبقى لي تشوز رقم بي. بس كده خلصت. صفحة 23 كانت معانا. يعني احنا كده حلينا كام؟ احنا كده حلينا 20 و21 و22. تعالى على 23. 23 في السؤال 48 بيقول لنا ايه بقى؟ كنت رابط لكم الفكرة. 48 بيقول لك in which of the following cases is the insulated wire B is not affected by net force. طب انا قلتها في الشرح، وقلت لك في الشرح لما الواير يبقى ماشي جوه الاكسس بتاع السيلينويد ما بيتأثر، بيبقى بارل مع المagnetic field لاينز، ما بيتأثرش بفورس. تبقى الانسر سي. 49 كنا حليناها في الحصة سوا. دلوقتي لما تقول لي 49 لما جينا حليناه في الحصة قلت لك فكرته حلوة. فكرته حلوة ليه يا صاحبي؟ اقول لك لان الفكرة بتاعته بسيطة جدا جدا ومعتمدة انك توزع الايات. هتروح انت كاتب القانون بالشيك وتقول لي يا مستر ان الاف اللي عندي بتساوي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. قلت له حصل. قال لي في الاشكال اللي قدامي ده ال ثابت وال2 باي دي ثابتة والميو ثابتة، فالاف معتمدة على اي 1 اي 2. تعال نوزع الايات. ماشي هنا 2 امبير، وماشي هنا 3 امبير، وماشي هنا 4 امبير، وماشي هنا 6 امبير. فلما تيجي تبص انت معتمد على اي 1 تايمز اي 2. 2 في 6 ب 12. 5 تايمز 3 يديك 15. 4 تايمز 4 يديك 16. 6 تايمز 2 يديك كام؟ 12. يبقى الانسر سي دي اكبر واحدة فيهم. في ادنى مشكلة في الموضوع ده؟ طب جميل. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك too long. يلا يبقى تعالى السؤال 50. السؤال 50 مبدئيا اللي احنا بنتكلم عليه قال لك two long parallel wires 1 and 2 each carrying an electric current intensity I. ده شايل I وده شايل I are placed perpendicular to an external uniform magnetic. ده هم محطوطين في magnetic field كمان مش لوحدهم. as shown in the opposite figure أو in the opposite diagram. if the net magnetic force acting on unit length اللي هي ال F على L for each of them هي F1 و F2 respectively, which of the following relations is correct. انت already لو ما كانش عندك الاكسترنال ماجنتيك فيلد ده فانت كنت بتقول ان F1 بتساوي F2. كانوا بيأثروا على بعض وكان الماتشوال فورس اللي عندنا كان ليها قيمة من قانون ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. صح. طب لو انت رايح تحسب الفورس على كل واحدة فيهم تعالى بقى نفصصها. نشوف كل واير لوحده. صلى على سيدك. تعالى بقى نمسح الكلام ده واقول انت يا واير 2 في كام فورس بتأثر عليك؟ هيقول لي مبدئيا انا لو رحت هلاقي ان في ماتشوال فورس بيني وبين الواير 1 بتشدني كده اهي. دي الماتشوال فورس. جميل اللي هي بتشده ما بين 1 و2. طب الواير 1 هل في ماجنتيك فورس بتأثر عليه نتيجة وجوده في الاكسترنال؟ يعني انا لو رحت خبيت ده كده قلت لك الواير ده مش موجود اصلا. دي الماتشوال فورس يا صاحبي اللي احنا عملناها. طب انا جيت في الحالة التانية انا خبيت الواير ده كله قلت ده مش موجود. هل في ماتشوال فورس؟ انا هروح اطبق فليمنج ليفت هاند رول. البي داخل صوابع كلها لفوق فلاقي ان في فورس هنا كمان بتأثر على الواير ده في الاتجاه ده. صعبة؟ في ادنى مشكلة في الحتة دي؟ لا. قلت جميل. يعني انا لما رحت طبقت القاعدة بايدي الشمال البي داخل الاي طالع ففي فورس تانية بتشده الناحية دي. طب جميل. تعال نطبق نفس الكلام هنا كده. اروح بقى على الواير المعلم ده. اما اروح هنا على الواير 1 هلاقي برضو ان في اتراكشن فورس باللون الازرق بتشده لجوه كده. جميل. طيب الواير 1 الفورس بقى المagnetic فورس عليه لما نلغي ده خالص اقول الواير ده مش موجود نتيجه وجود الاكسترنال ماجنتيك فيلد البي داخل الاي لفوق، فتلاقي ان المagnetic فورس الثانيه بتشده كده. فتلاقي ان التو فورسز دول مش قد بعض. فاهمني؟ فلما اجي اروح اقول لك تفصص لي بقى الكلام. قال لك if the net النت ماجنتيك فورس التوتال. طبعا انت شايف ان التوتال ماجنتيك فورس per unit length affecting on each of them
of the two wires respect. هو قال لك حته respective دي لعله. F1 دي التوتال فورس اللي بتأثر على الواير واحد. فالواير واحد دلوقتي في كام فورس بتأثر عليه؟ الاتنين دول. الماينس بتاعهم ب F1 على طول. طيب و F2 دي التوتال فورس اللي بتأثر على مين؟ على الواير اتنين، ودول اهم. فيقول لك انهي من دول اكبر؟ طب ما هو انا شايف ان كده F2 اكبر من F1. تمام؟ يبقى F2 اكبر من F1، يبقى تشوز رقم دي. اتفقنا؟ زي الفل. طب اللي بعده، احنا كان معانا الواجب بتاعنا من اول السؤال 60 61. انا كنت مديكم السؤالين دول. طبعا الواجب الجديد اللي هتاخده هيبقى التكمله، وهينزل لك برضه في ميعادك. السؤال 60 اللي عندنا اللي بنتكلم عليه بيقول لك in the opposite figure 3 long wires A B C are placed in the plane of the page carrying electric currents of the same intensities in the same direction. كلهم لتحت. So the direction of the net magnetic force affecting on wire B. قلت لك لا، صلي على النبي ونشوف الليله دي ماشيه ازاي. مبدئيا كده انا عايز اشوف بي الفورسز اللي عليه. هو اولا بي طبقا للكلام اللي قدامك ده في اتراكشن فورس هنا، ومبدئيا باللون الاحمر في اتراكشن فورس كده. حلو الكلام، جميل. طب انت بالعقل وبالمنطق مين قيمته اكبر؟ ها، مين قيمته اكبر؟ الاتراكشن فورس دي ولا الاتراكشن فورس دي؟ لا يا مستر، بما ان الايات قد بعضها عشان المسافه دي 2 دي ودي واحده، فاكيد الاتراكشن فورس اللي بالازرق دي اكبر من اللي بالاحمر الصغيره دي. فاكيد هو الواير ده هيتحرك تو ذا رايت. هتحرك ايه؟ تو ذا رايت سايد. فين تو ذا رايت سايد؟ ان ذا سيم بلين. مش هيتحرك بيربنديكولار طبعا. ان ذا سيم بلين وتو ذا رايت، يبقى الانسر سي. خلاص جميل جدا. تعالى على السؤال 61. ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، وقلنا ان الفورس مبدئيا كده مع بعض عشان الدنيا تكون على نور. اللي قدامنا دي ان الاف اللي على الواير دي هتساوي بي اي ال، الاف اللي على الواير بي. جميل. ولكن احنا قلنا بي توتال. احنا قلنا البي دي، تعالى بس نكبر كده سيكا. قلنا دي هتبقى بي توتال اللي ناتجه من وجود من البي توتال بتاعت الواير اي وسي. ومره لما يبقوا الايات، هو قال لك في المطلوب الاول لما تبقى الايات ان ذا سيم دايركشن، والناحيه الثانيه لما الايات يبقى عكس بعض. فانت هنا هتقول ده طالع وهتقول ده طالع، فالبي توتال عند النقطه دي هتبقى ماينس. ولما تعكس الايات وتقول لي ان ده طالع وتقول ان ده نازل، فتبقى بي توتال باللون الازرق بلس. تعالوا بقى باللون الاسود واحنا شغالين نجيب الحاله الاولانيه، نجيب بي توتال في الحاله الاولانيه. بي توتال في الحاله الاولانيه وهي ماينس هيساوي بي الواير ده على ماينس بي الواير ده. فانت هتقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. هناخدها كومن فاكتور. المفروض اي على دي ماينس اي على دي. اي الاولانيه ب5 على 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي 0.2 ماينس الاي الثانيه اللي هي ب5 على 40 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي 0.4. تمام، دي بي توتال. وبعد كده اطيمزها في الاي ده. وطول السلك كام؟ طول السلك كام يا صاحبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. in the same plane affecting 1 متر، يبقى طول السلك ب1. فانت هتطيمز الرقم ده في كام بقى على طول؟ اظبط الكلام معايا، اصحى بقى معايا. الاي ب5. انا كده دي ال5 هي الاي دي. تعالى نعملها بالاله الحاسبه على طول خبطه واحده، وبعد كده بقى احنا نعمل بلس. يبقى انت هتقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز هتقول 5 اوفر 0.2 ماينس 5 اوفر 0.4. اقفل البراكت، لا اقفل البراكت الكبير، اقفل البراكت وقول تايمز كام؟ تايمز 5. بالصلاة على الحبيب تطلع معاك 1.25 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. 1.25 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. لو انت طالب بيتبع اللهم صل على النبي قاعدة بحبحها، فانت هتروح تختار مين يا صاحبي؟ انت في قاعدة بحبحها هتروح تختار على طول 12.5. بس انت لو انت فاهم هتقول يا مستر ما هو بالعقل، ما هي الانسر لما تطلع معايا، ها اظبط يا قلم،
1.25 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 هطرحها للديسيمال ده كده ورا فتبقى 12.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. يبقى الانسر دي. صعبة؟ في عندنا مشكلة في الحتة دي؟ لا. المطلوب الثاني هتعمل بدل ما انت عامل ماينس هتقول برضه 2. البي توتال في الحالة الثانية اللي باللون الازرق بقى اللي هي الكونديشن دي، وانك هتعمل بلس للبي توتال. فانت هتقول البي توتال هتقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. البيهات بقى تعملها بلس 0.2 بلس 5 على 0.4 تايمز 5. نعمل بقى على الحاسبة بلس بس. امسح الماينس ده كده واعمله بلس. هتطلع معاك كام؟ 3.37 3.75 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 اللي هي 37.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 عشان تطابق لتشوز رقم B. وكده خلصنا أسئلة الواجب بتاعت المعاصر.